انه ان انت تبقي ده قرار محتاج تفكير كبير طب قوي. ليه؟ ليه بقى؟ سخيف. صباح النور. طيب كويسه تمام. انا بعرف عشان كبيره موبايلز المايك. امبارح اه رحت اشتري هدوم. قلت يعني اروح اشتري هدوم وكان في بازار. ما ورتنيش. ما انا ما جبتش. ايه ده ليه؟ ليه بقى؟ سؤال حلو. علشان كان بقول كان في بازار، قلت اه. انا هستغل بقى الفقره واروح اشتري بقى كل مره واحنا في بازار السيل بقى والهوبا وكده. رحت بقى وقفت عند اول بارتيشن كده، لسه بشوف الحاجه، فلقيت حد بيشد كده بنطلون من جنبي تويلت. دي فريده. انت رايحه فرحنا فريده. انا رايحه فريده البازار. انا ما انت قلتيش كده من الاول، ده قرار مش حلو. ما انا عرفت. خلاص خلصنا التويلت تلت ساعه ورجعنا. حلو. مشيت مثلا يعني انا ما بلحقش افكر، يعني انا مثلا خلصت في شميز هنا فانا عايز اشوف شميز تاني في مكان تاني. على ما رحتوا اوكي انا عايز اكل. طيب نقف نطلع ونظبط الاكل ومش عارف ايه، قيسي بقى على ده كل حاجه. وفي النص بقى اصلا بنشد في الهدوم وبنوقع الهدوم وسيبي الحاجه وقفي جنبي. لا بس فايت اندد اب ان انا ما جبتش حاجه وروحت ما اشتريتش اصلا. ده بغض النظر ان الحاجه غاليه، ده موضوع تاني على جنب يعني بس ايه في الاخر ما اشتريتش. بس فانا كنت عايزه البس عشان اجيلك لبسه حلوه يعني، بس فشلت في الفكره. المهم انا وصلت بقى، قعدت افكر بقى انا لازم احلل انا ليه وصلت للمرحله دي. فقعدت اقول انه ان انت تبقي ده قرار محتاج تفكير كبير قوي. ليه؟ ليه بقى؟ عشان انت بتبقيش عارفه ان هو كبير غير لما تتعاركي بقى في الدي تو دي لايف سيتويشنز. ده انت عارفه ان هو كبير ان جنرال، بس انت مش متخيله ان هو هيأفكت كل حاجه. كل حاجه ان انا مش عارفه انزل اشتري لبس بس. وبعدين مش كل بقى ما هاجي اعمل حاجه بره البيت هقعد اشوف انا هودي فين واجيب زي السفريه اللي احنا عايزين نظبطها مع صحابنا دي مثلا وبتفشل. يعني هو هي فشلت ازاي. هي فشلت خالص. لا قولي بتفشل عشان احنا ان شاء الله هنسافر. يعني هم انا مش فاهمه مستحمليننا ازاي. نحكوا شيء لا بصي ده اصلا مش هينفعني كذا عشان كذا، مش هينفعني كذا عشان كذا. طب يعني هم مالهم؟ هم ناس يا اما سنجل يا اما متجوزين عندهمش ولاد، فالحياه لذيذه. تلاقي كل الناس اللي داخله تعترض هو انا وانتي وجروب هيز، يعني هم ما عندهمش مشكله. فانا شايفه هم مستحملين ازاي، سبيشالي ان احنا اكيد يعني سبيشالي الناس اللي هم متجوزين اوريدي دول. حاسه ان هم عندهم الوري ده واحنا بنزوده لهم اكتر. هم لو حطينا اكزامبل هيلغوا الفكره. هو قرار صعب، فكره ان اتجوز وخلف على طول ولا اتجوز واستنى شويه. ده الديبيت الازلي. والفكره ان انت يو كان جو باك، يعني فاهمه؟ مش ممكن ابقى النهارده وابقى مش بكره لا هو برضو الريل اللي انا قلت لك عليه ان انت خلاص دي اكشن انت عمرك هترجعي فيه. انت you will never be not a mom again. انت دايما بالظبط. فحاسه كده اللي هو ايه يعني انت خلفتي بدري. انت عشان كده بعاني عشان كده بعاني دلوقتي. احنا الاثنين في الهوا سوا. فعندي مشكله she's very odd بقى ان اي حد من بيسالني ببقى اللي هو لا، يعني حتى لو الموضوع حصل، يعني لو رجعت بالزمن هعمل نفس الحاجه. يعني انت ندمانه؟ لا مش ندمان، بس مش هتعملي كده تاني. بس لا وهعمل كده تاني. لا وهعمل كده تاني عادي، اخلف بدري عادي. بس في ناس بتزنقني بقى، يعني انت ولادك عادي توافقي لهم على كده ولا لا؟ يعني مش فاهمه ايه الفكره. حلال ليا حرام لغيري بس مش فاهمه ايه الفكره. بس انا بحس كده جلد كده من جوايا ان انا لو قلت هغير الموضوع ده معناه ان انا كاني ايه، غير راضيه. يعني كانك انت you're not accepting your kids. يعني بقعد اتخيل كده ان اكيد time is a factor. فانا لو كنت خلفت في ميعاد تاني اكيد ما كانوش هيبقوا تاليدا وريتالا، اكيد مش شخصيات تانية. فاهم؟ الموضوع مريب موسيقى هاديه دلوقتي الموضوع مريب شويه، بس بحس كأني انا I'm choosing other kids. it's not just ان انا فاهم. لا ليه؟ يعني انت خايفتي في ميعاد تاني اكيد ما كانتش هتبقى فريده، كانت هتبقى حد تاني، طفل تاني.
الميعاد هيعمل لي ايه يعني؟ مش فاهمه حاجه. هو مش هي جينات؟ ماشي، اوكي. بس هي الفكره انه انت دلوقتي صحتك احسن، ايه؟ قادره. ايوه، ما هي بقى دي مميزات ان انت صحتك. الكلام بقى اللي كل اهاليكي اصلا بيقولك ليه وتقدري تجري ورا العيال وصحتك مسعفاكي وتعرفي تلعبي معاهم. بالظبط. بس والحته لا مش بس، في حاجات كتير. في لا في مميزات كتير ان انت اصلا you're قولي able to والله. change. والله بجد. يعني دلوقتي مثلا دخلت البارنتنج ده بالنوتي كورد، صح؟ دلوقتي قلت لي مفيش نوتي كورد، قادره اغيره. ايوه صح، عندك الفلكسبيليتي. اوكي، لو انا بقى كبيره اوريدي انت هتضايق يعني، فاهم؟ هحس ان انا اصلا ريجيت، كاني بقول لماما مثلا ما تعمليش كذا اعملي كذا. هي خلاص هي كبرت بالفريم ده. ايوه صح. فانا مش هقدر اغير المنتاليتي اللي هي بتفكر بيها. صح. وانا صغيره لا، انا هعرف امشي كده around things احسن. فانت عندك فلكسبيليتي انك تغيري رايك. يعني عادي. فدي حاجه برضو بحسها privilege عند الناس اللي بتخلف بدري. وفي الاخر الفكره الاساسيه بتاعت ان انت تطمني ان انت يعني تمام مفيش حاجه. لو ساعات بيبقى فيه هو دي يعني، هل ده وري عندنا فعلا، ولا هو من كتر ما هما بيزنوا في دماغنا هو كان وري؟ يعني انت لو رحتي مجتمع تاني الناس مش بتزن فيه، ما اعتقدش ان كان ده هيبقى وري في دماغي. ولا ايه رأيك؟ احنا مش في مجتمع تاني، احنا عندنا يعني تمام. احنا عندنا وكل الناس بتفكر في كده، وكل الناس شايفه انه لا انت محتاجه جزء من الثوت اللي في دماغك. لا انت عايزه تطمني انه كل حاجه ما فيهاش مشكله، وابقى انا يعني مرتاحه. ايوه فاهمه. صح. بس حتى لو الاهل بيقعدوا يزنوا، يعني جزء من الزن بتاعهم اصلا خوفهم ان يطلع في حاجه. صح. بس فدي برضو ايشو يعني. وات افس كتيره يعني. يعني انتي برضو لو اجلتي برضو ليها مميزات. يعني انا بقى يعني بحس ان كل الناس اصلا بتتجوز دلوقتي بيتجهوا للحته دي، ان انتي يعني ما ينفعش الواحد يدخل كده بوشه بحاجه مش فاهمه عنها اي حاجه الواد يتخبط بقى. يعني انا داخله اتجوز مش فاهمه يعني ايه اصلا اشيل بيت وابقى شايله مسؤوليه واللي هو مسؤول عن البيت بكل الديتيل يعني. بجد اللي هو حد ديتيلت ان ما عندناش مناديل محتاجين كان حد يجي يقول لك بقى ايه، لا هاتي ولاد كمان بقى في نفس الوقت. طيب هو تو ماتش تغييرات في وقت قصير، وناس كتير بتبقى فاكره ان هي ايه حاجه سهله، وهي مش سهله اصلا. بقى قبل كل ده انت ما بتبقيش لسه عرفتي جوزك انف، حتى وانتوا مخطوبين 60 سنه، بس انت وانس ان هو بقى مش خطيبك، بقى جوزك، بقى حد تاني خالص، شخص تاني بجد. فانت محتاجه تعرفي طباعه، وتعرفي مميزاته، وتعرفي الحاجات اللي هو بيتضايق منها، والحاجات اللي انت الباوندريز اللي بعدها لا انت فعلا ما بتقبليهاش. هتغيروا بعض في ايه. حتى على فكره الشبشب اللي بيبقى محطوط في الحته الفلانيه، والهدوم اللي في الارض، يعني انت بتتخانقي عليها طول الوقت. ما انت بقى بتتخانقي عليها وانت مش نايمه، وبتتخانقي عليها وانت مش لاحقه تعملي الاكل، يعني في التوبكس بتزيد. فتلاقي نفسك في الاخر انت عملتي مشكله كبيره جدا، وهو اصلا الموضوع ان انت داخله لقيتي الشبشب هنا مش هنا. وهو اصلا from the other side حاسس هو ذنبي ايه يعني. هو لسه ما عرفش شخصيتك قوي، فهو ممكن يتخيل اصلا ان انت لخبطه الهرمونات والعصبيه وقله النوم والتعب ده، او تخيل ان دي شخصيتك. فبرضه بيبقى عايزه اقول له انا احلى من كده. بالظبط، هو واخد ديفنسيف مود كده، انه يعني لا، ما انا مش هسكت لها، مش لازم تبقى شايفه انه عادي كده. فهو عايز يسات هيز باوندريز برضه في اول الجواز. بالظبط. لكن لو عارف ان ان شخصيتي مش كده خالص، كان انتي مظلومه دي هرمونات، هيبقى عنده استيعاب ان هو يحتويكي. دي اصلا محتاجه تريننج. يعني ما هو يبقى عنده استيعاب انه يحتويك حاجه، وان هو اكشلي يحتويكي دي بالظبط. الاثنين محتاجين تريننج. استوعب الاول اتليست. بالظبط. فدي ايشو بصراحه. يعني لما انت تبقى متاكد ان كل الاسبكتس دي اوكي، ساعتها انت هيبقى عندك بقى الوعي، او يعني انتوا الاثنين يبقى عندكم الوعي ان انتوا لا دلوقتي اتس تايم ان احنا نجيب طفل. قادره تهندلي فكره ان انت الحياه مش هتبقى بنفس الاريحيه او السبونتينيوسلي اللي انتوا عايشينها دي. بالظبط. يعني انت عليكي بيضحكوا عليكي، بيقولوا لك ايه
لما تتجوزي اعملي كل حاجه وسافروا وخرجوا وتفسحوا، لما تتجوزي يزن عليكي بقى انك تخلفي. طب انا امتى امتى هسافر؟ بقى اتبسط واسافر اكشولي ويعني واعيش حياتي؟ مفيش، انت مش هتعرفي تنزلي تشربي بالليل الكاكاو في الشارع. يعني حتى الاكشن بتاع الشتاء ده مش موجود. فين ده؟ بالظبط. وبعدين هم اصلا يعني في الاخر تيجي تقول لهم بس سيبني اكل ولاد عشان انا اخرج، يحسسوكي مثلا ان هو دايما كده اللي هو يعني مش عايزه اقول يحسسوكي برضه عشان دلوقتي عشان تاني دوري ده. مش مثلا حلقه وتهزني وتقول لي ما انا سيبي العيال عادي مش بقولك حاجه، بس يعني انت حاسه انك انت في تاسك، يعني اتليست لازم اكلم ماما اتاكد انها فاضيه، لازم اشوف حد يقعد معاهم. يعني الموضوع مش بسهوله يلا الساعه 10 بالليل يلا ننزل، يلا ننزل عادي فجاه كده. بس هي حسب ما انت، عشان كده لازم بقى انت منتلي تبقي مهيئه نفسيا ان انت تتقبلي التغيرات دي وتعيشي فيها. بس يعني دي قيود بجد تافهه بس قيود يعني. قيود بقى على اي بروجرس انت بتعمليه، يعني انت تبقي عارفه ان انا دلوقتي يعني لما بتتاخري او بتاخري شويه بتبقي عارفه ان تاخدي القرار دلوقتي، بتبقي عارفه ان انا now it's time ان انا وقت البيبي بان انا هقضي معاه وقت كل حاجه. لكن لما بيبقى على طول كده بتبقي انت ما عملتلهوش وقته، يعني مش قرار اللي هو ايه دي خطوه سيبريت، لا هو انت بتحاولي تفتت ان مع كل حياتك which is في الاخر بتضغطي الموضوع بيبقى عشان الشغل يعني قصدك على الشغل؟ شغل كارير مذاكره اي حاجه بقى. انت ما تبقيش خلصتي المذاكره وبعدين ما هو بالظبط بتخش في بعضها كله مع بعض. you're expected to excel يعني في كل حاجه، اللي هي اصلا المشكله. بس في نفس الوقت برضو ان انت لما بتتاخري قوي او يعني بتاجلي الفكره برضو مش مريح. فكره الخلفه لما تيجي تاجليها اوكي بتحسي دايما كده ان انت عندك يعني حاجه جواكي كده مهمه، ان في حاجه معينه انا ناسياها محتاجه اروح اعملها. ايوه فاهمه؟ والحياه ممكن تسرقك. انا حاسه في حاجه ناسيها، او حاسه تبقي حاسه في دايما تاسك كده at the back of your mind محتاجه تخلص وما بتخلصش. بالظبط. فبرضه بحسها مش ألذ حاجه يعني. يعني هي صحابنا بقى اللي بنقعد ندسكس معاهم كل التفاصيل دي كل مره لما بيسالونا ونقعد بنقول لهم المميزات والعيوب، هو في الاخر مستنيين منك يعني حل، او يعني قولي لي ايه الاحسن. which is هو بيبقوا جايين يسالك يعني انت خايفتي بدري، طب انت ايه رايك، طب انت حاسه بايه، طب هو انا مش هقدر اقول لك ولا لا، يعني مفيش حاجه صح وغلط. هي الفكره في الاخر ان انت بس اهم حاجه تبقوا مستعدين في اساسيات، تبقوا مستعدين، نبقى واعيين ان احنا مستعدين بجد بجد برضه، عشان في ناس تبقى داخله في الموضوع مش متخيلين الموضوع محتاج استعدادات اصلا. دي مستعدين ده بقى اسبكتس كتيره، يعني احنا الاتنين متفاهمين اصلا. انت جوزك مش متفاهمين ان احنا عرفنا بعض وعرفنا طباع بعض، متفاهمين بقى on so many deep levels ان انتوا هتستحملوا بعض في اوقات يعني بشعة بشعة والوصف متروك للقراء. بالظبط، وكله فاهم احنا بنقول ايه. ايوه. فاللي هو احنا هل متفاهمين to this extent؟ فكرة ان انتوا تبقوا financially يعني بس financially بقى دي يعني ديبيت. يعني فاكرة ان احنا كنا في المكتب مرة عم كان في الموضوع ده، كان في العيل بيجي برزقه. بالظبط، في آراء مختلفة. في ناس يقول لك العيل بيجي برزقه، في حد يقول لك لا لازم ابقى مستعده فاينانشلي ومفيش حاجه اسمها كده. يعني مثلا انا قاعد في البيت ما بشتغلش واجيب واروح اخلف يعني. ما اعرفش انت رايك ايه في الديبيت؟ يعني الاثنين بيجي برزقه، بس بس لازم تبقي جاهزه. لا انا بحس ان هو بيجي برزقه، بس انت لازم تبقي تسعي ولازم يبقى في بيزكس. ما اصلا يعني مش هيبقى ما فيش شغل خالص وانا قاعد في البيت ما بدورش على شغل والعيال هيجي برزقه. ما هو يعني الحل الوحيد ان يبقى عندك عم لقى قطعه اثار يعني ده الحل الوحيد. لكن ايه كده لازم نبقى نسعى. وهو بيجي برزق. يعني انا بحس ان اي حد هيجي يبصيله كده قبل ما يولدوا على طول او في الفيز دي دايما بيبقى فيه مايلستون في الشغل، في ترقيه، في حاجه جديده حصلت، في اوفر جديد في حته تانية جه، في حاجه حصلت. اوكي، فدي مسج يا شباب روحوا خلفوا عشان يجي لكم مايلستون مختلفه في الحياه. بس عشان نخلف عشان يجي لنا اوفر يعني بس اكيد مش هو ده الهدف. بس في نقطه تانية كمان انه الست نفسها يبقى عندها الوعي بتاع ان انا جاهزه، انا مش ارنب. ماشي، محتاجه ابقى منتلي جاهزه للفكره.
اوكي. فاهمه؟ لا منتلي بقى وفيزيكالي وكله. حتى دينيا، يعني دينيا انت دلوقتي عايزه تشوفي صوره الام اللي انت عايزه بنتك تشوفها. اوكي. عارفه الجمله بتاعت اسعاد يونس؟ انا هفضل حافظاها كده. الحلقه، عارفه الحلقه بتاعت اي بي توكس لما كان بيتكلم مع اسعاد يونس؟ لسه ما شفتهاش. ماشي. كان هي فقالت في النص انه انا هل ولادنا معجبين بينا ولا لا؟ اوكي. حلو. فهل انا الفيرجن بتاعتي دلوقتي دي الفيرجن اللي فريده مبسوطه من بيها، يعني هي مبسوطه ان انا مامتها كده، بالظبط. ولا انا محتاجه اشتغل على نفسي؟ لا بلس كمان ان انت اصلا هم مهما حاولتي تربيهم على حاجه هم بيكبروا بالموديلنج. بالظبط. فحتى الجزء الديني، يعني حاجه اللي هي دي بينك وبين ربنا، انت محتاجه تعمليها، تبقي جاهزه ليها. اوكي. عشان هي تشوفك انت بتعملي ايه، فتتعلم الحاجات دي. بترفلكت على كل حاجه بقى. ما هو انا مثلا مش هينفع تبقى هي دخلت في سن انها لازم اعلمها الصلاه وانا مش منتظمه، او حتى انا مش باجل، يعني اقعد اقول لها الصلاه دي اهم حاجه، ما ينفعش تبقى قاعده تتفرجي على التلفزيون والاذان يدن وما تقوميش تصلي، وهي شايفاني طول اليوم لا اصل انا هخلص طبيخ واصلي، اصل انا هعمل كذا فيعني كلها بقى قيسي على كل حاجه دي بقى، يعني كل الاسبكتس الدينيه مش الصلاه بس. محتاجه تبقي انت جاهزه ان انت بتعمليه عشان تبقي الموديل الكويس للشخص ده. وفيزيكالي تبقي مستعده. يعني انا لما بعد بقى الحمل وكده اكتشفت ان في ناس اوريدي قبل ما يروحوا يعني ياخدوا الخطوه دي بيعملوا بقى تحاليل وبيعملوا تشيك ابس، اللي هو ايه ده يا جماعه، ايه ليفل الوعي. بعد الحمل شفت ايه الفيتامينات اللي واقعه، بدانا ناخد لها فيتامينات يعني. ايوه، في ناس بتجهز نفسها من الاول. ومنتل، يعني انا بحس ان الجزء النفسي ده مهم جدا. ايوه، علشان اصلا بعد كده لما تلاقي بقى مثلا وانت بتقلبي كده اللي هو دول مسافرين، دول خارجين، دول عاملين، وانت قاعده في البيت ما تحسيش ان هو تنقيم بقى انت على نفسك. ايوه. لا، هو انت مختاره ستراكشر معين وبتتبسطي بطريقه معينه في وقت معين. يبقى انت عندك منتل. يعني انا مثلا لما جيت اولد ريتال في ناس بيجي لها اكتئاب، يعني جالي اكتئاب. انا برضو ببقى حاسه ان انت لو انت كنتي قبليها عارفه ان انت منتلي مستعده، اكيد يعني ده هيقلل البروبابيلتي ان يجيلك حاجه زي كده، او هتبقي عارفه تتعاملي معاه. انت نفسيا مستعده. انت ايه يعني ايه الحاجه اللي حسستك بكده؟ انه ايه يعني اكتئاب ليه؟ انت اوريدي جايبه بيبي. ايوه، وعشان جبت مش المفروض اقول لك اني غلطت مرتين. ينفعش اقول لك استشيري انت صح. لا بس هي انت لما going back مثلا لما ابص للموضوع، لا انا كنت خارجه من دراسه وكنت والده تليده ويا دوب لسه بادئه شغل جديد، يعني اكتشفت كده ان انا ما اخدتش بريك اشم نفسي. اوكي. انا لما جبت بيبي تاني خلاص بقى انهارت. في عوامل خارجيه وجي كورونا وحاجات اثرت عليا نفسيا اكتر، بس يعني ما انت لازم يبقى عندك ريزيلينس، ان انت مستعده. ريزيلينس دي هتبيلد ازاي؟ بان انت اشتغلتي على نفسك او اديتي نفسك بريك، عرفت امتى اوقف. هي يعني ما فيش في الاخر، ما فيش حاجه صح، يعني مفيش فريم معين لازم امشي عليه. مش معنى ان انا اتجوزت ان انا هخلف دلوقتي، مش معنى ان انا هتاخر يعني ان انا لازم اتاخر قصدي. لا، هو according للكوره بتاعتك. انت شوفي الكوره بتاعتك دي فيها ايه بالظبط. كل واحد انت مستعد ولا لا. وانت تبقي كأم عندك الاويرنس ان ايه الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها، او ايه الحاجات اللي احنا هنتفق عليها كمان، ان احنا نتفق على ايه الفاليوز بتاعتنا، احنا شايفين الدنيا ايه. لان برضه احنا بنخالف نبدا نكتشف بقى ان في خلافات في اول فيجن نقعد نتخانق عليها برضه. زي كل واحد بقى شايف تربيه بشكل معين. انا شايف مثلا انا لا ما ينفعش ازعق، هو شايف انه عادي نزعق مثلا. يعني دايما هيبقى في خلافات. ايوه، فاهمه قصدك. في اكتر بقى، يعني في نقطه تانية ان احنا ستيل برضو ما نعملش comparison بغيرنا، انه يعني دول مبسوطين علشان كده فانا يبقى انا لما اجي اتجوز هعمل كده عشان ابقى مبسوطه زيهم. لا، هو انت ما تعرفيش الحياه بتاعتهم دي فيها ايه. دي صوت ممكن يبقوا مش مبسوطين بالظبط. ممكن يبقوا بيعملوا كل ده ومش مبسوطين، او مش لاقيين حاجه يعملوها فبيعملوا كده. انت عندك حاجات تانية تعمليه. فكل واحد عنده التشيك ليست بتاعته والبوينتس بتاعته اللي هو بيقعد يقرر بناء عليها هو عايز يعمل ايه دلوقتي في الحياه.
هل انت وانت صغيره كده عايزه الوقت كله يبقى ديديكيتد انك تنجزي حاجتك يعني تبقي احسن وتخلصي الحاجات اللي وراكي لما تكبري بقى تريحي، ولا العكس؟ فكل واحد على حسب هو محطط ايه لنفسه، او هما ككابل حاطين ايه لبعضهم. بس هو going back بقى لصحابنا اللي انا عندهم دايما الوري ده، انا بقيت حاسه يعني انا لما جيت اخلف واتجوز وكده ما كانش عندي الوعي ده قوي، بس دلوقتي حاسه ان كل الناس عندهم الوعي ده بزياده، يعني especially لو عندهم صحابهم حواليهم عندهم اولاد وعندهم الوعي والقلق بتاع ان لا انا مش مستعده اخلف ده، فبيباك فاير. يعني at some point you will never. يعني كنت بتفرج على Grey's Anatomy كده، كان في حلقة واحدة بتسأل، حلقة قديمة يعني، واحدة بتسأل واحدة تانية اللي هو امتى اعرف ان انا مستعدة ابقى ام. اوكي. فقالت لها انتي عمرك ما هتبقي مستعدة، عمرك هتبقي مستعدة. دي مش اللي هو حاجة محبطة، بس اللي هو انتي دايما هتبقي عندك القلق، لان القلق ده لان هي فعلا حاجة كبيرة وهي فعلا responsibility. ولو انتي ما عندكيش القلق ده وانتي عندك معرفة كبيرة بالموضوع، يبقى انتي حد irresponsible او مش فارق مع الولاد، فعمرك ما هتبقي مستعد. اوكي. طول ما انت مستني انك انت مستعد خلاص مش هتاخد الخطوه. يعني احنا هناخدها وجاس وات، لا انت هتلاقي نفسك مستعده. يعني انا بحس انه لا، وقت الحمل ربنا بيديكي طاقه مش عندك دلوقتي. يعني انت متخيله مثلا انا مش قادره اخلص حاجه البيت واطبخ واعمل كل ده ولما يبقى فيه بيبي ايه، لا ربنا بيديكي طاقه انت ما كانتش موجوده عندك. انت بتبقي عندك استعداد. الموضوع حلو، الموضوع مش وحش يعني، برضه عشان ما يبقاش فاهم كل الناس شوت اوت يا جماعه، اتس اوكي اتس اوكي. نقول لصحابنا يا جماعه يلا هاتوا بيبي عشان احنا نلعب بالبيبي. اوكي. صح. بس ففعلا بجد لا يعني، لان هما برضه شايفين كل النيجاتيفز وكل الشكاوي وكل المشاكل. لا، ما هو في there is a good side للموضوع وكله بيعدي، ودايما هتلاقي السبورت. الدنيا حلوة لذيذة يعني. we're not alone. يعني دايما هتلاقي حواليكي السبورت، صحابك، أهلك، هتعدي من البوينت دي يعني. صح. أنا شايفة برضو إن هي حاجة وحشة حلوة، يعني وحشة سلاش حلوة. الإيه؟ الفكرة كلها على بعض. الفكرة بس هي أهم حاجة، عشان في ناس كتير تبقى شايفاها إن الجواز والخلفة دول حاجة على بعضهم. لا، هي مش حاجة على بعضهم، هي مش شنطة واحدة. هي مش باكج، هو قرارين منفصلين. بالظبط. انا ممكن ابقى قادره اتجوز دلوقتي وقادره ابقى زوجه، بس مش قادره اكون ام. صح. هو مش حاجه ما تعبنيش يعني. ايوه يستن. بس until further notice بس سيبوني في حالي، اشوف اللي ورايا دلوقتي. يعني استنى دلوقتي مثلا اللي هو ايه، طب اجيب البيبي التاني امتى بقى؟ دي حلقه لوحدها. دي لولا لوحدها خالص. دي حلقه تانية بريسبونسبيلتيز تانية بتفاصيل. هتبقي بقى رايحه البازار معاكي سترولر وفريده بتشدك، مشكله اكبر. فاهم يعني، كارثه اكبر. مش هشتري اي حاجه. بس فاهم حاجه انه you're not alone. وقالوا لنا برضو الورز اللي كانت عندكم قبل ما تولدوا، او الناس اللي لسه ما عندهمش بيبيز، ايه الورز اللي عندهم وعملتوا ايه عشان تتخطوا الورز دي، او ممكن نعمل ايه في حياتنا عشان نستمتع بفكرة بس عشان اعرف اشتري هدوم. لا، انا الفكره كلها ان احنا نبقى مستمتعين بالحياه. صح. بس